ما تحطي ماكلتك باردة ولا تسلمي على الناس وانتي قاعدة، وما تحكيش للناس واش رافده، وبكري في حياتك ما يدخل عليك الضيف ويلقاك راقده. بالكي من المراه الهداره اللي تدي وتجيب بالخساره، وردي بالك من المراه المغياره تحسد وتشرب لك المراره. وبالك تدخلي للكوزينه بلا فولاره، ما تطيح لك شعره ما تجري فيها، ما تضحكي عليك الناس ما يشدولك فيها. البصله يا بنتي عمرها ما تولي تفاحه، ورخيص القلب ما تبان فيه الملاحه، وناس هذا الزمان ما تليق معاهم غير القباحه. إذا فاتوك بالزين فوتيهم بالنظافة، وإذا فاتوك بالفهامة فوتيهم بالظرافة، وإذا فاتوك بالكثرة فوتيهم بالبكرة. السوق ليه المال، والدقيق ليه الغربال، والصحبة ليها الرجال، ويا سعد اللي يحمد ربي مهما كان الحال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أم يونس الجزائرية، أم يونس دي زاد. نرحب بكم دونز نوفال فيديو. نهار اليوم اللي راح تكون عبارة على روتين بزاف شباب ومتنوع. ان شاء الله تتقهواو معايا ونروحوا نطوايو لا بلاك لاوت ان شاء الله، وبلاتك نخرجوا نشوفوا الكباش، نروحوا نشوفوا الكبش ان شاء الله. و اكو تشوفوا معايا ان شاء الله لا روتين. ندير معاكم تاني دجاجه دوب زبده وبالنهبال محمره غير في المقله. كما راكم تشوفوا هنا عمرت البلاوه تاعي اللي كنت غسلتها في الليل وخليتها تنشف في غدها. هاد البلاوه تاخذ لي دو باكي، يعني على بها تعجبني دو باكي على مره ويشد هكا شويه. درت البراس تاعي ككل بيت جزائري نبداو بقهوه، اوقات نحاولوا ناكلوا اكل صحي، قهوه كحله ولا شيء مع حاجه هكا اكل صحي كسره كما قال لك خبز توست، اوقات يكونوا السكريات حاضرين بيان سور. كما اليوم انا عندي مسكوتو لي مادلان كنت درتهم البارح لقهوه العصر. هذا مسكوتشو بوك درتو في المول تاع الكيك، يعني ماشي كيك باسكو الكيك نعرفوه انه يجي ثقيل ويجي شغل شويه شاد روحو على المسكوتشو، لكن هذا خفيف. درتو بالقارص وبالحليب 3 حبات بيضيتو جبزف هايل، والاخر معجون تشينا اللي كنت شاركته معكم. شوفوا كيفاش يجي ما يفسدش، يضاين معكم مده طويله خاصه في الثلاجه، يعني ديوه في الثلاجه يجي بزاف هايل، خير من اللي يتباع 1000 مره. هاد لا روتين بيان سور بديتها لكم من الصبيحه تاعي، ان شاء الله نكون خفيفه ضيفه على قلوبكم. ونفكركم بيان سور بعد ما صلينا صلاه الفجر وصلاه الصبح، يعني نفكركم بصلاه الضحى لاهميتها. ركعتين الضحى اقل شيء ركعتين عندهم أجر عظيم، خلوها عادة يومية وخلوها ضمن روتينكم اليومي. يكفي أن الله سبحانه وتعالى يعني في سورة الضحى لأهمية صلاة الضحى ولأهمية هذا الوقت، الله سبحانه وتعالى أقسم به فقال والضحى والليل إذا سجى. إذن الله سبحانه وتعالى أقسم به لأهميته، فلهذا صلاة الضحى عندها أجر عظيم، إن شاء الله تكون أجر مضاعفة وقصور في الجنة. جيت هنا كما راكم تشوفوا الحالة هنايا عندي في البوطاجي. كنت واسيت البرودوي باش نقي الحالة. أنا نخدم بغيلاكس فوالا، هذاك يعني تاع ديكاب فوق نخدم به بزاف مليح ينقي. انا كنت هنا رشيت كامل، وبعد قلت ولا غنصور نشارك مع خواتاتي ندير اون روتين لقله المشاهدات عندي. اوقات بزاف نعجز باش نحط لكم الروتين باش نصور، باسكو كي نتفكر صافي دعموني ديروا لي جام وديروا بارطاجيو القناه وخلوا لي تعليق شباب كيما نتوما. يا لو كان قلبي، لو كان اقتراح صلاه على النبي عليه الصلاه والسلام ما نساوهاش، صلوا عليه يا حضار، وباش هكا نشجع ان شاء الله ونكون توجو حدا معاكم. هنايا الكوزينه تاعي انايا كان لازم عليا ندير لها هاد الديغريسون، باسكو كانت يعني كنت كاريه الدار و راكو على بالكم يعني كي تكري دارك كيفاش يردوها لك، الله المستعان. وخلاص السبك الدنيا ماشي كيما كتكوني نتيا حاضره وواقفه عليها، يعني دارك اللي تعيشي فيها هيتو. مع انه انا اي دار نكون كاريه ولا نشوفها داري، يعني نروح حتى الغربه ولا نشوفها داري مادامني ساكنه فيها.
من هذا الباب ننصح كل وحده انه الدار اللي تكوني ساكنه فيها حتى وكريتها شهر شهرين، المراه النقيه والانسان النقي، والنظافه من الايمان. النظافه انه تعيشي في محيط نظيف، ملكك ماشي ملكك، كاريه فاكونس يعني راكي عايشه فيه مده، فلازمك تكوني واقفه عليه. انا ما فهمتش كيفاش انسان يقدر يعيش في هذا السبك ويقدر يعيش في الحاله التلاصق والغموليه. يعني لقيت الدار في حتى فيها الغمله، ريحه الغمله، يعني سبحان الله. كانت بيريود تاع الشتاء فما يفتحوش تواقي. الله المستعان. انا من هذا الباب نقول لكم سيروا بنيتكم وين تروحوا، خلوا بلاصتكم دائما نقيه. الانسان اللي يدخل يقول ما شاء الله تبارك الله على المراه اللي كانت واقفه في هذا الدار واللي كانت عايشه في هذا الدار. باسكو علاش الدار اللي نلقاوها خايبه هي الدار اللي يكونوا فيها كما نقولوا زوافره غير رجال. مع هذا تلقاي كاين رجال قلبهم حار ولا غير ينقوا ويغسلوا ما يخلوش الحاله خامجه، ما يقدروش يعيشوا في هذاك المحيط. فما ادراك انتيا كامرة وعايشه بولادك ولا وقدوه يعني تعيشي في هذه الحاله. فهذا هو واش حبيت نقول لكم، انه دائما خلوا حالتكم نقيه وين ما رحتوا. خلوا موراكم دعاوي الخير، ما تخلوش موراكم انسان حاير وانسان كبب. انا ما ندعيش على الناس ولا نكربي عليهم، ما نحبش يعني نأذي الناس، لكن كاين ناس توكل ربي عليك وتدعي عليك لانك رجعتي لها دارها في هذيك الحاله. هنايا كما كنتو في راني نقول لكم على ليغون، لازم ديروا ليغون، ما تنساوهمش خياتي. حاولوا باسكو ياكل اليدين فريمون هاد لي برودوي. سي بور سا انا ما نحبش نستعملهم بزاف. كي تكوني واقفه على دارك ديري جوست كريست ولا بيكربونات القارص ولا الخل معاهم، ودي تقدري ديري في بلاصه بيكربونات ديري خميره كيميائيه هذيك تاع الكاطو، وديري الخل والقرص والماء شويه ايزيس وانتي رديتي الحاله تشعل. لكن تكون هكا الحاله تتلاصق لازم لك يعني ديغريسون وتتغاشي من الريحه كيما خوتكم هنايا. هذا بغيلاكس ناقص في الريحه على فورس اكسبريس، واصلا هذاك فورس اكسبريس رانا مقاطعين. ما تنساوش خياتي نحاولوا نقاطعوا قدر المستطاع قدر المستطاع. انا صافي لونطون ما شريتوش يعني وما نشريهش يعني راني مع بغيلاكس. لقيت كاين تاني اكل تاني مليح، ماشي بوبليسيتي، راني ننصح فيكم واش راني مجربه اكل ديغريسون ومجربه فورس اكسبريس. ماشي فورس اكسبريس، لا فورس اكسبريس ولا عيان اصلا ولاش يعجبني، ومقاطعينه صافي لونطون. على خاوتنا في فلسطين نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم نصرا قريبا وأن يكون معهم ويفرج عليهم يا رب العالمين. قلوبنا توجع على خاوتنا وقلوبنا راهي تبكي على خاوتنا، والله أعلى وأعلم بالحال، لكن لابد من الاستمرار وهذه هي سنة الحياة. بلا ما ننساوهم بيان سور من الدعاء ومن المقاطعة. خياتي تأثر بزاف المقاطعة، كامل نحاولوا قدر المستطاع، خاصة اللي عايشين في ديار الغربة يعني ما ننساوش نقاطعوا باش هكا نأثروا عليهم ونوصلوا لخاوتنا أقل دعم. وأيضا بالدعاء، والدعاء هو اللي يغير كل شيء، والتوكل على الله سبحانه وتعالى. حسبنا الله ونعم الوكيل الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. إذا خياتي حابين نتكلم على الناس اللي ما تضحيش. اولا الناس اللي ما عندهاش الزوالي، اللي ما عندوش، اللي لو كان يضحي ما يلقاش واش ياكل ويشرب يعني او يلقى روحه مطرود من البيت في هذيك اللحظه يعني كاري وعنده كرا يسنى فيه الشهر هدايا، ولو كان ما يكريش راح يولي مع العائله تاعو. لو كان ما يضحي يعني يشريهم اضحيه راح يولي مع العائله تاعو في الزنقه يتو. اذا هذا ما يحملش روحه فوق طاقته. نفكركم باللي النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذبح يعني كبشين أسمانين، فقال هذا عني وأهل بيتي وهذا عن أمتي. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا عليه ذبح على كل إنسان فقير ما يقدرش الأضحية العيد. لكن كاين نوعين، كاين يقول لك أنا يا ما نقدرش نضحي
ما نضحيش، ما نقدرش نضحي، ما عنديش علاش 1000 حاجه في الدار خصني تلفزيون بلازما، خصني كليماتيزور، خصني نبدل شومبر كوشي تاعي، خصني نشري اون طابل صاله مونجي. اذا انا على بها ما نضحيش في هذه الحاله هدايا. لا هذا ماهوش ما عندوش. احنا كامل في حياتنا عندنا امور وعندنا، هذا هو الانسان. يعني حتى نهار نموتو احنا نتمنى من حتى نهار نموتو وحنا نتمنى، وكل مره يعني متطلبات الحياه وخاصه في هذا الوقت ما يخلصوش. كل وحده فيكم نسقسيها تقول لي عندي 1000 حاجه خصني في الدار، حابه نشري هذه، حابه نبدل هذه، حابه نواسي هذه، خصني نخدم هذه تكسرت، خصني نخدم هذه خسرت. لا لكن ماشي هذا هو المنظور، ماشي هذا هو حقيقة الإنسان الفقير. الإنسان الفقير اللي ما عندوش لازم يسلف باش يضحي، وإلا عنده هذاك المبلغ لازم يسلف باش يزيد عليه، خاصة مع هذا الغلاء تاع الأسعار. قلت لكم الكبش الاخراني راهو 7 ملايين بالمساعدة. وأنا راني شفت دوك تشوفوا معايا فيما بعد في هاد لاغوتين راح تشوفوا يعني الكباش وصومتهم وشحال راهم غاليين. يعني قط راهو ب7 ملايين ونص، وبالمساعده نقصك شويه، يعني ما يهبطش حتى 7 ملايين الا قليل، يعني انت وزهرك. فهذا هو يعني هذه عن تجربه الزوج شاف في شحال من مكان. ف7 ملايين الموظف العادي في الجزائر ما يخلص 7 ملايين، الموظف العادي يخلص من 3 ملايين حتى 4 ملايين. صافي شهريته في ذاتها ما راحش تكفيه باش يشري الكبش. قبل ما نكمل خياتي حبيت نوريلكم هنا لاغوت وننبهكم باللي لازم تنحوا لابخيس. راني وريت لكم باللي راهي منحيه، راني هنا نقي كما راكم تشوفوا ماشي بالماء بزاف. باش تنقي لاغوت ما ديريش الماء بزاف. شوفوا فوالا، بالكو تنساو لابريز، بالكو ما تمسيهاش كامل وانتيا ما نحيتيش لابريز هكا باش نتفاهموا. قلت لكم باش تنقي العروت ولا ماشي تروحي بالماء وتفرغي كامل، تتصدى وتفسديها ويدخلها الماء في الموتور وكلش هكايا بلا لافات. رشي في لافات تاعك وحكي هكايا هذاك الموتور هكا بشويه مره على مره، ومسحي نشفي تري بيان وخليها تنشف في غدها قبل ما تستعمليها هكا باش نكونوا متفاهمين. هذه ديروها مره على مره باش تبقى لكم نقيه وما تربيش السبك وما تتبوشاش هكذا، ما توليش الحاله تتلاصق وسايله باللاغراس هاكو فاهميني. قلت لكم الموظف في الجزائر يعني شهريته موظف العادي نهضر بين 3 ملايين ل 4 ملايين، و4 ملايين نجيب لك كبش في وقتنا. الوغ هذايا انسان ما راهوش لاحق حتى واذا كان خبه وكامل. هنا اذا كان خبه وكاع يعني راهو حرم نفسه من شحال من حاجه وقدر يضحي الحمد لله وفق الله سبحانه وتعالى. لكن الا ما قدرش يخبي على العام ولا جاوه ظروف جه مرض جه، فهذا انسان يعني ماش قادر يضحي. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وبما ان النبي عليه الصلاه والسلام يعني ضحى على الفقراء، فما كان له الانسان يعني يتسلف ويخنق روحه ويبقى في ضيق شديد على جال هذا الشيء. ونقول لكم ان الاضحيه لله سبحانه وتعالى. اول شيء نسمعوا بزاف يقول لك انا كيفاش ما نضحيش على جال ولادي باش يفرحوا، انا كيفاش ما نضحيش ومرته تزعف ومنه، وكاين حتى مرته يعني ديالو حاله الى مشاش الاضحيه وكامل. فانا نقول انه الانسان ما يضحي لا على جال مرته لا على جال العائله تاعو ولا على جال ولاده. يعني هذه قليل ونسمعوها، لازم نسمعوا يعني قليل ونسمعوا انه انا نضحي لله سبحانه وتعالى. بزاف منتشره عندنا انه انا نضحي باش نفرح الدراري باش نفرح العائله تاعي. لا ماشي باش تفرح الدراري، ماشي باش تفرح العائله تاعك، ماشي باش تاكلوا اللحم باسكو راهو غالي وقليل وين تاكلوا اللحم. انا نضحي لله سبحانه وتعالى. ومن بعد هذيك الفرحه وهذوك الاجواء هذيك من مظاهر فرحه العيد. هذيك لابد مانيش نقول لكم ما نفرحوش، نفرحوا كي نجيبوا الكبش نفرحوا، ولادنا يفرحوا،
نهبطوا ليه، نضحوا اللحم، الجو هذاك تاع العيد، هذه كامل فرحه ولازم ولا بد منها. لكن باش نضحي على جال هذا الشيء، لا لا، الاضحيه لله سبحانه وتعالى، وهي يعني الشكر لله سبحانه وتعالى. بطبيعه الحال اللي قد ما نشكره ما نوفوش حقه، ما نوفوش حق نعمه واحده من النعم اللي انعم بها علينا واكرمنا بها. اذا هذا نخلوه دائما في بالنا ونعلموه لاولادنا. هذه السنه العظيمه اللي كانت من نبي الله ابراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل، وكمل على بالكم بالقصة، ففديناه بذبح عظيم. هنا بعد ما كملت نقيت الحالة خرجنا، ديتكم معايا إن شاء الله نشوفوا كيفاش تاع العيد، تشوفوا شوية سومتهم، تشوفوا يعني كيفاش الحجم تاعهم، والغلا الله المستعان. يعني الكبش تاع العام اللي فات اللي كان 6 ملايين، هاد العام راهو 7 ملايين ونص. وهذا ماشي كلامي، كلام احد المربين اللي شرينا عنده العام اللي فات، قالنا تاع العام اللي فات تاع 6، هاد العام راهو 7 ونص. فهذا هو انه القضيه ماشي انه غالي على الله سبحانه وتعالى ولا كأضحيه، لكن المشكل انه تشري أضحية وانتي على بالك باللي ماشي سومتها 8 ملايين، ما يعمرش العين كما يقولوا، قط ما يعمرش العين. لكن هذه هي نديرو السنة تاعنا، وان شاء الله ربي يتقبل منا. نخليكم مع الكباش ونرجع ان شاء الله. هادو بخشين، هادو ما غير 10 ملايين الفوق. هذا قال لك 8 ملايين ونص، هو الصغير فيهم. يسوي منا معلم 88 هنا وانا في الشراكة، هاد البلاصة راهم يبيعوا فيها، راكم تشوفوا شحال من واحد متلمين كامل هنايا، كل جهة وكل واحد كيفاش يبيع، منين يبداو. هذه هي. او ساوم كش ماكم خبر شحال هذا واحد هذاك عمو قولوا السلام عليكم. شحال هذا كيما شفتوا ترمو يونس تقلق ولا هو يساوم، قال لهم عطوني كبش نديه معايا يرقد معايا معليش قط. انا كي رجعنا للدار كنت مدوزنا الدجاجه من قبل، درت فيها كما مضى اللي شاركتها معاكم، يعني لا موتارد، شويه هريسه، ثوم، هنايا لراس الحانوت، فلفل كحال، وشنو تاني، واش حبيتو ديروا فيها واش حبيتو، تحبوا شويه كركم، انا ما عنديش، هذا غير راس الحانوت تطلق هكا. والقارص تاني قارص بزاف مليح في الدجاج، قطعت لها هكاك شويه وسمو الرند هكا فتتو، خليتها هادي باتت، درتها ليله من قبل في الثلاجه، خليتها باتت، جيت هنايا درتها في المرميطه كما راكم تشوفوا، خليتها تقلات هنا بالطبع، ومن بعد مرقتها بزوج كيسان تاع الماء عادي هكا، ما راحش نكتر باسكو نسحق اون بتيت صوص اللي راح ندير بها، يعني نسقو بها لا بوري تاعنا، باسكو وجدت البطاطا تاني دوك تشوفوها هنايا. هاي ليك بعد ما طابت درتها على نار مهيله، طابت زبده، ووجدت هنا تاني البطاطا، غليت البطاطا ودوك درت لها شويه حليب شويه فرماج، وهاي ليك قدامكم هذه لاصوص اللي بقات لي. وقبل ما نوري لكم الدجاجه تاعنا كي تحمرت، حبيت نشارك معكم كوشي سولي لنهار اليوم كيفاش كان بزاف شباب، سبحان الخالق.
يعني. وهنا نكون لحقنا لنهايه الفيديو ونهايه لاغوتين تاعنا. جوزت معكم لا جورني كامل، خديت لكم بعض اللقطات، ان شاء الله يكون عجبكم الحال معايا وكنت خفيفه ظريفه على قلوبكم. ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناه وفعلوا للجرس ليصلكم كل جديد، ونكون معكم دايما. وتعليق شباب محفز كما انتم. في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.